مستمعينا الأعزاء، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، وأهلا بيكم في شخصية مؤثرة مع مروة صالح. بطل حلقتنا هو الصحابي عبد الله بن حذافة السهمي، واحد من الصحابة اللي اشتهر بالثبات والإيمان والشجاعة في مواجهة التحديات. عبد الله له قصة مع ملك الروم ظهر فيها قوة إيمانه وحبه لله ورسوله. وقصته باختصار: في غزوة من الغزوات تم أسره مع 3000 من المسلمين، وده كان في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وخدوه لملك الروم. وعرف الملك إنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحب يختبره، وحاول إغراءه بالمال والملك وزواجه من بنته علشان يترك دين الإسلام، وعرض عليه نص ملكه. لكن عبد الله رفض بكل ثبات وقال له: لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وملك العرب والعجم على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت. وفشلت إغراءات الملك ولجأ للتهديد، وكانت البداية بحرمانهم من الأكل، وبعد كده قدم لهم الخمرة ولحم الخنزير، لكنهم رفضوا الأكل. وازداد التهديد، وأمر بإعداد إناء كبير مملوء بالزيت المغلي، وأمر بإحضار أسرى المسلمين وألقاهم في الإناء أمام عبد الله، وشاف أجسادهم بتدوب في الزيت. وحاول مرة تانية الضغط عليه، وأمر جنوده برميه في الإناء. ولما قرب من الإناء بكى عبد الله، وفكر الملك إنه تراجع، وسأله: ما الذي أبكاك؟ فقال له عبد الله: ما بكيت خوفا من الموت، وإنما بكيت لأن لي نفسا واحدة تلقى في هذا القدر، كنت أحب أن يكون لي 100 نفس تلقى كلها في سبيل الله. أعجب الملك بثبات وشجاعة عبد الله، وطلب منه أنه يقبله بين عينيه مقابل أنه يطلق سراحه وسراح الأسرى المسلمين. ووافق عبد الله على الطلب، وقبل الملك ليضمن حرية الأسرى. حكاية عبد الله بن حذافة السهمي بتظهر لنا قوة الإيمان وثبات العقيدة أمام الفتن والإغراءات، وحب التضحية في سبيل الله، وقبول طلب الملك حكمة لإنقاذ الأسرى جميعاً. لهنا خلصت حلقتنا. استنوني في حلقة جديدة من شخصية مؤثرة مع مروة صالح في رمضان، وكل سنة وانتم طيبين.